من يصدق إن هذه طحينية وب3 مكونات بس. شايفين هالجمال؟ ترى طريقته جدا سهلة، 3 مقادير مثل ما قلت لكم أنا مسهلات وأسهل عليكم كل شيء. المقادير عندي كوب حليب بودرة، نص كوب طحينة سايلة، ونص كوب دبس التمر. فيها أسهل من كذا؟ والله ما أتوقع. جميع أنواع الحسابات صراحة ما تلقون السهل اللي عندي. المهم عجناها، وأحلى فقرة العجن. شوفوا كيف صارت كأنها علوك، ودس تاكلينها في مرحلة العجن. طبعا احنا كذا انتهينا، جاء دور التشكيل. تشكيل جدا سهل، أنا حطيته في قالب هالسيليكون، بقدمها يعني مع الفطور أو مع القهوة حتى. زين، في طريقة ثانية يعني تحطونها بهذا، تحطون مكسرات، تحطونها بالفخاريات، وتحطونها ببايركس تقطعونها، المهم اللي تبونه. الإضافات طبعا مكسرات أو أي شيء ثاني حسب رغبتكم. تبردونها لمدة 2 ساعات أو 3 ساعات بالثلاجة وتطلعونها. صراحة اللون، الريحة، الملمس، الطعم، تبارك الرحمن، شيء صراحة مثير. هنا بصور لكم صورة قريبة عشان تشوفونها أقرب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الطعم تحفة، طعم جنان على قولة الرياض. المهم هنا قطعت قطعة بالخبزة، حاول تاكلها تتمطط زي العلك، تبارك الرحمن، لذيذة بدون خبز ومع الخبز، وما أدري، أحس أنهم جربوها يا بنات وراح تشوفون.